الناس عبالهم ان سرعة السيارة بس هي دعسة بنزين. لا يا حبيبي، عيل وين راح موضوع التيربو؟ ايش رايكم اليوم نتكلم عنه؟ والتيربو موجود باغلب السيارات الحديثة ويزيد من قوتها. والمحرك شنو يحتاج؟ بنزين وهواء واشتعال. وعالم السيارات كبير والناس عبالهم بس تقحيص ووناسة. والشاحن التوربيني عبارة عن جهاز هندسي يزيد من قوة وكفاءة المحرك. ويشتغل التيربو على ضغط الهواء الموجود داخل المحرك، ويساعد بشكل كبير بزيادة الهواء والبنزين، وهالشيء راح يساعد على زيادة الأداء والقوة بعد. وإذا تكلمنا عن أنواع التيربو، عندنا النوع الأول تيربو التقليدي مثل سيارات مازدا 3، ويعتمد بعد على تيربو واحد وهو مناسب لسيارات متوسطة القوة. وعاد النوع الثاني تيربو مزدوج ويكون حق سيارات الأودي، ويستخدم توربينين ويكون مثالي لسيارات عالية الأداء. والتيربو المتغير يكون حق البورش، ويكون بعد مثالي حق المحركات السريعة المختلفة. والتيربو الكهربائي حق البوغاتي. عاد البوغاتي موضوع ثاني، هي سياراتها خطيرة، بس مشكلة التيربو انه يحتاج صيانة دورية عشان تهتم بسيارتك وما تحوشك اي مشاكل كبيرة، وبعدين تصليحها يكون عالي.